النظام المتقطع ده فترة طويلة وما خسيتش ولا حاجة، طب أنتِ كان نظامِك ماشي إزاي أو بتعملي إيه؟ والله أنا كنت باكل كذا وباعمل كذا وباشرب كذا، أبُص ألاقيها مثلًا بتقول لي ده أنا باشرب عصير برتقان، باعمل كده ذرة لإن أنا ما ليش في الشاي ولا ليّا في القهوة ولا من ضمن الأسئلة على فكرة اللي جات لي وكانت يعني بُص أنا لقيتها تمام، عمّالة تقول لي حاجات نظامها ممتاز جدًا، جدًا، يعني بُصّوا بصراحة يعني إزاي ما بتقول لي: "أنا باوزن نفسي بالاقي نفسي تخنت." فأنا هي عمّالة تحكي لي، فأنا شايفة إن هي ماشية تمام، ما فيش مشكلة خالص. في الآخر أُفاجأ لمّا بتقول لي: "وأنا باشرب بقى المشروبات اللي حضرتِك قُلتِ أنا ما باحطش سُكّر خالص." طب تمام، فجيت باقول لها: "أنتِ بتشربي إيه طيب والّا" طلعت ما بتشربش، "أصل أنا ما ليش في الشاي ولا ليّا في القهوة." طب أوكي كويس جدًا، بتاخدي إيه بقى؟ "أنا باشرب بقى عصير برتقان، باشرب عصير جوافة." باشرب مانجا كده مركّزة، عصاير مركّزة عشان ما أضيفش عليها قُلت لها: "طَب ما هي المشكلة إن الفواكه دي كلّها فيها سُكّر، فأنتِ بتتكلّمي إزاي؟" أنا حتى في الفيديو بتاعي لمّا اتكلّمت معاكم أنا حدّدت قُلت: "يا جماعة لمّا نيجي ناخُد عصاير يا ريت بعد إذنكم المشروبات اللي مسموح بيها في الصيام المتقطّع هي شاي، ينسون، الحاجات اللي هي zero carbo الحاجات اللي ما فيهاش أي سعرات نهائيًا ولا فيها سُكّريات زي الشاي نَفْسه ما فيش سُكّر، القهوة ما فيهاش سُكّر، اليانسون تمام ما فيش مشكلة، نعناع ما فيش مشكلة، لكن طبعًا ما حدّش يقول لي أشرب عصاير لإن إحنا عارفين إن الفاكهة بصورتها الطبيعية فيها سُكّر، فدي حاجة يعني طبعًا مرفوضة تمامًا، فعرفنا المشكلة وعرفنا الغلطة بتاعتها فين حتى